الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عاشا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه نصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك سيد
صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان الوذي برهان المبسوط في الوجود كرمه إنسان صلى الله عليه تعالى مجذو وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وضوى علي علما ومسض لهم من فائذ المنة ما جرت به بأكناره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلم الإرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله وما عليه أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كلام الوجود وضرجت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله الكريم والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ويمن تكرر بكثرة دولات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان ومن سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوال جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا وترك بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظة عيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال وهو من فوق
بعلم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله وسبحان عليه. الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. بها في الصدور من الإيمان قواعد صلى الله وتلو عليه. على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله أشهد أن عليه. سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله والمبلغ عن عليه. الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله رحل العالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله وهدى الله عليه. به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه. وأوسعها من نعمة انتصر شرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز عليه. فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه صلى الله عليه. الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. نال الشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القدير صلى الله بظهور عليه. أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه.
نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التشعير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. تنقل ذلك الجمال الميمون بالأصناب الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل ببروده ليتشرف بموت استقراره وموت خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. كان مستقر بالأصناب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار زوره وباره فتعلقت إمة الراكب لهذه الحروف بأن يركب بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الألسن لن تبي بعشر معشار يوصف بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنتني لن تضرب بدم أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايات بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. ويدخلني بشفاعة هذا النبي الشافع آمين. ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى
بشرى علامة وأظهر لي غمي ضات المعاني يقينا عندما كشف اللزام صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة سكان الكاسي ألا لله من تلك المدامة وفك الكيد من بعد امتحاني وأتحفني بآل وعي الكرامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة وأوضع في الهوى قصدي وشاني على ورع وجنبني الملامة مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة مضى في العلم والتقوى زماني
وساكن النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آل وآله ما سجى قمر الحمامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى علامة وأبدى لي من البشرى علامة صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة وأظهر لي غميضات المعاني وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثام يقينا عندما كشف اللثام صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة الكيد من بعد امتحاني وفك القيد من بعد امتحاني وأتحفني بأنواع الكرامة وأتحفني بأنواع الكرامة صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة في العلم والتقوى زماني مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة وفي الأخرى إلى دار المقامة صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنامل صلى الله عليه من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد ترددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اخلصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضعت هذا النور المبين أصلا وبطون من شرفه من العالمين صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبي الكريم صلى الله عليه. عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه الذي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا ولا عيننا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمد وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على آل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. وعليك في هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح في سرور وابتهاج صلى الله عليه. إشراق هذا السراج والعيون
متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز صلى الله عليه. قريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه. كمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. متضمحة مثل الفرح بملاقاة أشرف البرية صلى الله عليه. خفا إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ووضع هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأنظر الوجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وفد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدودة. وبرد بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستغلقوا بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاعا جمع
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا صل على محمد صل عليه على نبيك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله واهدنا نهج سبيلك كي نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهك في جوارك خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله تغشى أشرف الرسل محمد صل عليه وسلام مستمر كل عيد يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ضرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع لأن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه مولد سيد الكون من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله وموضع عليه ولادة وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرور تولى صلى ذلك الله لسبب عليه تضايد القدرة ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب صلى الله ما عليه يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه عن عبد الرحمن بن عوف أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه فضله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم قالت ثم لبست وضعت ولمن شبعا غشتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله فسمعت قائلا عليه يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفرت صلى الله ذكرت الكشعريرة عن يساري صلى الله عليه سمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله قالت فلم عليه يزل الحديث مني على بال
حال حتى بعثه الله صلى الله فكنت عليه من أول الناس سلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات وما يقضي بعظم شرف عند مولاه وأن عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعليك رحمك الله بالصمت وحفظ اللسان عن الكلام إلا عن خير. قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من صامت نجا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Wa'alaika, hendaklah kamu rahimakumullah wahai saudaraku yang semoga engkau selalu mendapatkan kasih sayang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bisumti, dengan mempunyai sifat as-sumat, yaitu tidak banyak komentar, tidak banyak bicara. Wa hifdzil lisan, dan menjaga daripada lisan anil kalam illa an khair, banyak diam, tidak banyak bicara, illa anil kalam illa an khair, kecuali pembicaraan tadi itu an khair, daripada sesuatu yang baik. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di kebanyakan pembicaraan daripada manusia illa, kecuali man amara bi shadaqatin, orang yang mau memerintahkan, menyuruh orang lain untuk berbuat sedekah, au ma'rufin, atau mengajak untuk berbuat yang baik, au islahin bainan nas, atau mengislahkan di antara manusia yang sedang bertikai. Dari omongan kulit sampean ini ternyata beda ocaan sebisa melemparkan manusia peneka dek jurang neraka paling dalam, hanya gara-gara omongan sesepele. Tak sadar bahwa ocaan sekeluar dari lesan manusia kak dinto sampai terjadi dekat jurang sepaling depak, dekat jurang sepaling dalam. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan hadzal ladzi awradani ilal mawarid, inilah mulutku, pembicaraanku yang akan menyampaikanku ke dalam jurang neraka yang paling dalam. Padahal sahabat Abu Bakar As-Siddiq tak mungkin apa soal, tak mungkin. Padahal sahabat Abu Bakar As-Siddiq tak pernah rasana ghibah, tak pernah rasana namimah, tak mungkin. Karena sahabat nikah sama sekali cekkan ngelakonin dosa, terbesit, tertarik untuk berbuat maksiat sama sekali ampun sobung, karena beliau ampun dididik secara langsung tineng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan yang akhir zaman nikah, man somata najah. Man, barang siapa orang somata yang banyak diam,
Beda orang medepak kesampian ngeding ben apa aja mosok viral je lah rameh nih wala tumil malam duna tamakkana duna sima'in ghairaha wa ghairana. Jangan kamu langsung mengiyakan atau mempercayai satu berita yang kamu tidak bisa memastikan kebenarannya. Bisa jadi al khabar kal gubar, kabar neka enggak namanya mana beleduk. Semungkin beda angin ke laut norok ke laut, angin ke daje norok ke daje, angin ke timur nya kapas. Man somata naja. Syarat terus selamat khusus di akhir zaman. Cek banyak komentar. Nah, cek banyak komentar. Oh, colok neng krikin. Beda bengkir, congok datang bengkirannya. Oh, jantak. Colok neng krikin. Ada sekocak fitnah di ujung jari. Nega kriki ini bisa jadi swarga ni sampian, bisa jadi neraka ni sampian. Karena apa sih haram yo caki, haram itu les. Apa sih haram yo caki, haram itu les. Berarti omong na sampian nega bisa wakilin ke laban tanang. Makan musibah ngak nih kene macam musibah nih dari omongan nih. Al bala muwakilun bil mantiq. Balak nikah terjadi sebab nikah omongan si tak terkendali nih. Kiai berat temor habaib lauk dejah wis mun kadung ngerasane orang hajo abu entuk sepaling bener orang salah kapi masih ngakan mun orang pelapan orang manis orang ngacen keng kapi ngerasane cukup wis dikit ada tibi man somata najah. Ini kebanyak hadis nekak dinto anjuran daripada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun sekira omongan nega berupa solawat. Alhamdulillah dari awal sampai akhir bacaan solawat. Penting solawat kelaban membekas di dalam hati. Benenyak benyaan solawat benih. Mun nyak benyaan solawat saya rasa mampu solawat sepaling banyak. Solawat ni saya hitung benih benyaan. Tapi kan kak sampean ngagungaki ke Kanjeng Nabi, atene sampean mengagungaki ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tada gunana ada manfaat temun orang aslawat le sana keng atin ada pengagungan ke Kanjeng Nabi percuma. Percuma. Orang banyak solawat ke Gusti Kanjeng Nabi cuma lesan gele sekedar lesan mau cuma lesan maaf kalau sebu hatamano bisa maunya manuk mincu sallallahu alaihi manuk tapi kok sampean ini siapa dari manuk sekarang nyetrum bada muttasil salatan yattasulu biha ruhul musalli alaihi bih solawat sekira bada ittisal nyampung dari atena orang sak solawat nyampung dak selawatin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena dinto jadi solawat ni kebanyakan dalam kitab Badi' al-Qaulul Badi' ma tufidu kathratus salah alaihi illa bi ta'dhimi lahu fil israr wal ijhar. Tidak akan memberikan faedah manfaat apa-apa banyaknya solawat kamu kecuali kamu barengi dengan ta'zim wal ijlal, ngagungaki ke Kanjeng Nabi, mencintai Gusti Kanjeng Nabi, mengagumi Gusti Kanjeng Nabi fil israr wal ijhar. Bener boleh punya orang to deki mulai dapat kebungko pepancet ate siwak mulain siwakan si atas siwak si bawah ares cak balik siwak bawah deki ares batas deki terbalik. Nah fil israr wal ijhar mun punya orang khusyuk pantas punya orang. Kira-kira mau ada orang di rumah kira-kira solawat khusyuk apa ndak? Ini kasih bakal membekas. Benihnya benyaan, benih saposaan benih posak kelaban takdim lebih hebat, ahsan wa afdal. Sekoni tapi penuh pengagungan, penuh dalam hati kulmanci dengan penyanjungan ke Gusti Kanjeng Nabi, maka nikah sebekal manfaat kanggo kulmanci dengan sobung harapan kecuali hadir kulmanci dengan kibane kata syafa' bi sayyidil wujud
wa khairil maulud sayyidir ruk'i was sujud. Berharap kalau panjenengan ngoleh syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi mun kira omongan ni ketek catat ibadah angok nengeneng, mun kira omongan ni kayak catat napanya mana solawat, istighfar, tahmid, takbir, we catat ganjaran banyak. Karena ka benda kalau sampean ada boleh tak luang benda, tak luang PC, tak luang apa, hanya dengan ucapan banyak solawat, banyak istighfar, tentu dengan hati yang ikhlas dan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, benda ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termoga titik ilmu manfaat, termoga barakah salawat insyaallah hajat-hajat kaulibun panjenengan, hajat dunia, hajat akhirat, termoga pegempang tinin Gusti Allah, penyakit bala musibah yang terjadi kemonosak atau ke hewan-hewan ternak daripada umat Islam, termoga kabeh tuli yang kak tinin Allah Subhanahu wa taala. Napa carana? Jangan banyak komentar, jangan banyak omong, karena bala musibah muwakkalun bil mamtik nikah terjadi karena omong manusia tak terkontrol benar. Sehingga bala enggak nikah macam. Ya Rabb termoga kepada selamat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadhama al-fikru min daruri al-awsaf al-muhammadiyyati ubuda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'i fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda, wa yaktub amali fil a'malil maqbulah, wa tawajjuhi fit tawajuhatil khalisati wassilatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fu'adaudu dhafirah, wa la babi izzatihi tuhattur rihalu fatawishaha minhul fuyudatul ghamirah. Natawajjahu ilaihi bi ashrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤذن ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركته وشرف بجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا.